النهاردة هشرح لكم ملخص لكتاب فن التعامل مع الناس. أفضل الطرق للتواصل الفعال والإيجابي مع الآخرين. الفصل الأول: ما تتسرعش في محاسبة الناس. طيب يعني إيه ده؟ يعني لا يمكنك الحكم على الناس بسرعة سواء كان إيجابي أو سلبي، لأنه من الممكن حكمك يكون خاطئ، والأهم إنك في أي موقف ما تحكمش على الشخص طبقا للمنطق، لأن تصرفات الناس لا تخضع غالبا للمنطق بل للعواطف، وتحاول قدر الإمكان إنك تكون متفهم ومتسامح، وهناك أعذار للناس. والفصل الثاني: السر الأعظم في التعامل مع الناس. انت عارف ايه السر اللي يخلي الشخص اللي قدامك يحترمك ويقبل كلامك ويتفق مع رأيك؟ يعني زي ما بنقول في المصري كده، تكسبوها. السر بيكمن في الرغبة. لكن ده معناه ايه؟ انا مش فاهمة. هشرح لكم معنى كلامي عشان تشوفوا الحاجة اللي عايزها الطرف الآخر أو بيحتاجها. يعني كل شخص قدامك بيحتاج للتقدير أو الاحترام، خليه يشعر بالطريقة دي. بيحتاج لعبارات الشكر والثناء، اشكره. ومعرفة طريق الشخص والحاجة اللي بيحتاجها في كده، هي دي السر في التعامل مع الناس. الفصل الثالث: إن من يقدر على فعل ذلك يمتلك الدنيا، ومن لم يقدر يسير الطريق بمفرده. الجملة دي غريبة جدا وعميقة جدا. الكاتب بدأ كتابه بالجملة دي كنوع من الحافز للقارئ. فده معناه إيه؟ هو بيقول إذا ما قدرتش تخلي الشخص اللي قدامك يكون عاوز يتكلم، فهتستمر في العيش بمفردك لبقية حياتك. لكن برضو ده معناه إيه؟ يعني كلنا عندنا اهتمامات مختلفة في الحياة، وعشان تكون قادر على الإعجاب بالشخص اللي قدامك في المحادثة، عليك إنك تتكلم عن اهتماماته، لأنه إذا ما عملتش ده فمش هيكون هناك انجذاب للشخص الآخر، وبالتالي مش هيحب يتكلم معاك، وعشان كده هتفضل وحيد طول حياتك، لأنك ما بتعرفش إزاي تكسب الناس وتغرس فيهم الرغبة في حب كلامك. أما الفصل الرابع فالكاتب بيقول: افعل ذلك تكن موضع إعجاب الناس أينما ذهبت. إيه هو بقى اللي المفروض نعمله؟ عشان تقدر تفوز بإعجاب الناس، عليك إنك تتخلص من الأنانية وتحاول تساعد الآخرين، وبتعد مساعدة الطرف الآخر من أقصر الطرق لإنك تكسبهم. وأسرع طريقة لتكوين علاقات جديدة وتكوين صداقات هي إظهار اهتمامك وحبك للناس. الفصل الخامس: إزاي تخلي الناس يحبوك على الفور. عشان تخلي الناس يحبوك لازم تعمل اللي بيحبوه. يعني إيه الكلام ده؟ عليك إنك تجعلهم يشعرون بأهميتهم وإن يظهروا اهتمامك. طرق جذب الناس لطريقة تفكيرك. 1. الطريقة الأكيدة لخلق الأعداء. احترام آراء الآخرين حتى لو ما كانتش آرائك، وما تخبرش أي شخص إنه مخطئ بشكل مباشر، لأنه حتى لو كنت الشخص المناسب وكان عارف ده فمش هيستسلم، لأنك وجهت له ضربة مباشرة لذكائه وقدرته على التفكير. 2. أقصر طريق في تفكير الناس. إذا أردت إنك تجذب الناس لوجهة نظرك فعليك إنك تعرف القاعدة دي: النصيحة باللطف والرفق، وتجنب الغضب والعنف. نظرا لإنك بتجبره على قول لا حتى لو كانت وجهة نظرك صحيحة، فتذكر إن كل فعل له رد فعل متساوي. 3. الطريقة السقراطية. لازم تبدأ الكلام بذكر الأمور الإيجابية مع ذكر النقاط المشتركة بينك وبين الطرف الآخر في الكلام. على سبيل المثال:
أنا سعيد جدا بالكلام معاك ومعجب بآرائك وطريقة تفكيرك، وإحنا بنتفق على العديد من الجوانب، لكن هي مش جيدة عشان الشيء ده. عشان كده إذا ركزت على المثال ده هتلاقي إنه من المفترض إنك تكسب الطرف التاني وتخليه يحس إنك بتحترمه، وبعد كده تبدأ في سرد المشاكل وعشان تلاقي كتير من التفاهم والاستجابة منه أكتر. 4. كيفية الحصول على روح التعاون. الراجل الحكيم هو اللي إذا أراد إن يكون فوق الناس بيحط نفسه تحتهم. عشان كده إذا كنت عايز تأثر في الناس على طريقة تفكيرك فاترك الشخص التاني يحس إن الفكرة هي فكرته. 5. نداء يستحوذ على الجميع. إذا كنت عايز تغير شخصية الناس فلازم يحصل ده من خلال مناشدة الدوافع النبيلة لأرواحهم، والكاتب بيحدد لنا الخطوات اللي المفروض نتخذها. وفي النهاية بتمنى إنكم تكونوا استفدتوا من الملخص ده، وشكرا ليكم.